فيلمنا النهارده غريب عجيب، بيتكلم عن ولد بيعمل بونجا بونجا مع البنات من غير ما يلمسهم حتى. هتقول لي بيعمل كده ازاي؟ هقول لك خليك معايا وانت تعرف. الولد ده عنده قوة خارقة بتخليه يعكس الشعور اللي هو بيحس بيه. يعني لو انت ضربته انت اللي هتحس بالألم. يعني لو سرح بخياله وفكر في اللي بالي بالك، البنات اللي بيفكر فيهم هيحسوا بالكلام ده. واخد لي بالك انت عزيزي المشاهد؟ وعلشان كده قدر يعمل كده مع كل البنات اللي معاه في المدرسة، وهنشوف عمل كده ازاي. خليك معايا. بيبدأ الفيلم مع كيلي، شاب في المدرسة معجب بزميلته ديميني، وهي دي البنت الوحيدة اللي بتعامله كويس في المدرسة، لأن كيلي دايما بيتعرض للتنمر في المدرسة، وخصوصا نيلسون وأصحابه بيحبوا يضربوه ويتريقوا عليه كمان، لدرجة إن هما بيشيلوه وبيرموه في سلة الزبالة وبيصوروه وبينشروا الفيديو في المدرسة كلها. وبيتعب كيلي لأنه هو عنده مرض غريب، وهو إن هو بيحب ياكل الحاجات الغريبة زي البلاستيك والورق، أي حاجة غير الأكل الطبيعي. وبتحاول أمه إن هي تعالجه بأي شكل، وبتجيب له الدكتور لأن كيلي تعب جدا ومبقاش قادر يتحرك. بس الدكتور بيفشل إن هو يعالجه، بس الدكتور بينصحهم إن هم يروحوا لدكتور نفساني يمكن يقدر يعالجه من المرض ده. وفي مرة ام كيلي بتكون طالعه من محل وبتشوف واحد اسمه فلوجر، وبيدعي ان هو عنده قدره غريبه جدا على علاج الناس، وان الموهبه دي ربنا اداها له علشان يشارك موهبته دي مع اي مريض ويساعده على العلاج. وهنا بقى تيجي ست كبيره عندها مشكله في ركبتها، بتتبرع بفلوس لفلوجر، وبيحط ايده على ركبه الست دي وهنا بيقدر يعالجها. وبتروح ام كيلي لعنده وبتحكي له عن ابنها، وبيوافق فلوجر ان هو يعالجه، وبيستناها تجيب العربيه وتجيله. واثناء انتظاره بيشوفوا واحد اسمه ريدو، وبيطلب منه ان هو يسيب الدواء اللي هو بياخده ويتنازل عن هذه القوة، وان هو سارق الدواء ده من قبر اجداده. ولكن فلوجر بيرد عليه وبيقول ان هو مش هيبطل الدواء ده ابدا، لانه هو بيحسسه بقوته جدا. والكلام ده بيعصب ريدوج وبيضرب فلوجر بالقلم، ولكن ريدوج هو اللي بيحس بالضربة مع انه هو اللي ضرب فلوجر. وبيقول له فلوجر ان الدواء ده بيحمي نفسه، يعني اي حد بيحاول يأذيه هو اللي بيتصاب. ولكن ريدوج بيفضل يحذره ان هو بيستعمل الدواء ده غلط، لان ممكن ينقلب عليه ويدمره. وبتيجي ام كيلي وبتوصل فلوجر لحد بيتهم، وفلوجر بيشوف كيلي نايم كمريض قصاده. وقبل ما يبدأ العلاج بيطلب فلوجر ان هو يخش الحمام، وبيطلع الدواء من جيبه وبياخد منه كمية كبيرة، وبيطلع وبيحط ايده على كيلي علشان يعالجه. وبيحس بألم كبير جدا في كل جسمه، وبتقع سيجارة من فلوجر على جسم كيلي وبتحرقه. وهنا فلوجر بيحس بألم شديد جدا فبيقع على الأرض وبيموت. وبيصحى كيلي من التعب اللي هو فيه وشكله بيكون أحسن بكتير، وبيتصلوا بالشرطة علشان وفاة فلوجر. وبعد ما بياخدوا جثته الضابط بيقول لهم إن فلوجر ده كان نصاب وكان بيخدعهم، وبيطمن على كيلي إن جسمه ما اتحرقش من السيجارة. وبيشوفوا مكان الحرق ولكن بيكون اختفى تماما. تاني يوم بنشوف كيلي وهو بيحاول يصلح العجلة بتاعته، بس إيده بتتعور بالغلط، ولكن الجرح بيخف بسرعة جدا. وبيروح لأمه علشان يحكي لها عن اللي حصل، ولكن هي ما بتصدقهوش، وبتكون مبسوطة جدا ان ابنها اتحسن. وبياخد العجلة بتاعته وبيروح على المدرسة، ولكن بيقف في نص الطريق وبيشوف ديميني جاية تطمن عليه، وبتقول له ان هو دلوقتي شكله بقى احسن كتير من اخر مرة هي شافته فيها. ولما سابته بيشوف ريد زميله وعاوز يضربه علشان كان بيتكلم مع ديمينيك. وهنا بقى كيلي بيفتكر ان هو ما بيتأثرش بأي حاجة مهما حصل، وبيفضل يستفز فريد علشان يضربه. اول ما ريد يضرب كيلي في بطنه، ريد هو اللي بيتوجع وبيفضل يحاول ان هو يضرب في كيلي، ولكن هو اللي بيحس بالضرب لحد ما وش ريد بيكون غرقان دم. وبيقول على كيلي ان هو ساحر وبيطلع يجري. وبعد ما بيخلص المدرسة بيرجع كيلي من جديد لأمه علشان يحكي لها عن اللي حصل، ولكن بنشوف مدرب من مدرسة كيلي بيخبط على الباب عاوز يعرف ايه اللي حصل لابنه ريد، ولكن كيلي بيقوله ان هو ما لمسهوش. وبيكون ابو ريد مصدق ان كيلي ما ضربش ابنه ريد لان ابنه ريد اقوى منه بكتير. ولكن ام كيلي بتقفل الباب في وشه، وبيحكي لها كيلي عن كل حاجة حصلت معاه في اليوم كله، وان هو بقى كويس جدا، وان مفيش اي حد يقدر يضربه مرة تانية. وبتقرب عليه امه علشان تقرصه من ايده، ولكن امه هي اللي بتتوجع من ايديها. وبيحاول يحط ايده على النار وبيوريها ان هو مش بيحس باي وجع. وامه بتخليه يوعدها ان هو مش هيحكي لاي حد عن قوته دي، وان الموضوع ده بقى سر ما بينهم. وبيروح كيلي تاني يوم المدرسة، وفي واحد بيحاول يضربه بالشلوت ولكن بيحس هو بالألم فاهمني انت عزيزي المشاهد. وبنشوف كيلي وهو قاعد في المدرسة وحواليه زمايله البنات، وبيفضل يتخيل نفسه ان هو مع ديميني.
وبيعمل معاها البونجا بونجا. والمصيبة اللي بيكون جنبها بنت جميلة اسمها سارة، وبيكون متخيلها معاهم هو ودومينيك وهما بيعملوا البونجا بونجا. وعلشان هو طبعا عنده القوة الغريبة دي، بيفضلوا البنات اللي حواليه بيحسوا بالبونجا بونجا. عزيزي المشاهد، طبعا اللي بتتعمل معاهم في خيال كيلي، وبينتبه كيلي للي بيحصل للبنات حواليه وبيهرب من المكان بسرعة. وفي نهاية اليوم بيحضر حفلة المدرسة عاملاها، وبنشوف نيلسون واصحابه بيحاولوا يضايقوا دومينيك، وبيروح بسرعة علشان يدافع عنها، ولكن المدرب بيروح يفرقهم عن بعض علشان ما يحصلش أي مشاكل. وبعد ما الحفلة خلصت كل واحد بيتحرك على بيته، وبيركب نيلسون مع صاحبه براد، وبيشوفوا كيلي ماشي على الطريق بالعجلة بتاعته، وبيقرروا ان هم يخوفوه لحد ما براد يزود السرعة ويوقع العجلة بتاعت كيلي، وبيدوسوا عليه بالعربية. وفجأة براد هو اللي بيموت، وبينزلوا صحابه من العربية بسرعة وبيكونوا مرعوبين جدا، وبيفضلوا يقولوا ان كلام ريد كان صحيح، وبيهربوا من كيلي بسرعة. وبتعدي من نفس الطريق العربية بتاعت دومينيك، وبتنزل دومينيك هي وصاحبتها علشان يطمنوا على كيلي، وبيبلغوا الشرطة، وبتوصل الشرطة علشان يتحققوا في الحادث. وصحاب براد بيقولوا ان كيلي هو اللي كان ماشي في نص الطريق، وان هو اللي كان السبب ان براد يعمل الحادث ده وهو اللي يموت. وبتيجي ام كيلي وبتقول له ان هو لازم يخترع اي قصة للشرطة، والمهم ما يعرفوش اي حاجة عن قوته دي. وبيكون الكلام ده قدام دومينيك، واللي بتعرف ان كيلي ما بيتأثرش بأي حاجة. وبيجي تاني يوم ونشوف صحاب براد اللي هم نيلسون وتوني وتوكر وريد، واللي بيكونوا عاوزين ينتقموا من كيلي من اللي هو عمله، وبيقرروا ان هم لازم يخربوا المكان اللي هو عايش فيه بعد ما امه تروح على شغلها. ولكن مجرد ما كيلي يوصل البيت بيشوف امه تعبانه ومريضه ومش هتقدر تطلع، فبياخد العربيه بتاعت امه علشان يروح يجيب لها دواء من الصيدليه. ونيلسون واصحابه بيفتكروا ان ام كيلي هي اللي طلعت من البيت، فبيقرروا ان هم يسحبوا الحجر اللي تحت المقطوره اللي هو عايش فيها. وبمجرد ما يسحبوا الحجر المقطوره بتتحرك بشكل كبير قوي لدرجة ان فرن الغاز بيقع من مكانه، والغاز بيتسرب وبينفجر المكان. وبيحاول كيلي ان هو ينقذ امه وما بيتأثرش من النار، ولكن امه بتكون ماتت بسبب نيلسون واصحابه. وبياخدوا كيلي على المستشفى علشان يتأكدوا ان كيلي مفهوش اي اصابات، وبيتم نقله على الخدمات الاجتماعية اللي هتدوروا على عيلة مستعدة ان هي تربيه في بيتهم، علشان هو كده خلاص ما بقاش ولا عنده عيلة ولا بيت من بعد وفاة امه. وبيجي ريدوج للمستشفى علشان يشوف الضابط ويقول له ان كيلي معاه شيء خاص بأجداده واللي هو الدواء، ولكن الضابط بيرفض يسمع أي كلام عن كيلي بعد الحادث اللي اتعرض له. وبيتم الجنازة لأم كيلي، وبيروح كيلي لقبر فلوجر وبياكل من الزرع اللي طلع على قبر فلوجر وبيتعب جدا. وبعديها بياخدوا الضابط علشان ينقلوا للمؤسسة بتاعة الخدمات الاجتماعية، وبيسألوا الضابط لو كان حصل أي هزة قوية للمقطورة أو كان في حد يحاول يحرك المقطورة من مكانها، لأن التحقيق وضح إن الصخرة اللي كانت موجود عليها المقطورة في حد كان حاول يحركها من مكانها، والصخرة دي هي اللي كانت السبب في الانفجار. وبيكون نيلسون واصحابه موجودين في العربية اللي جنبيهم، وبيفضلوا يشتموه ويعصبوه لحد ما كيلي بيقرر ان هو لازم ينتقم منهم، وبينط من عربية الشرطة وبيفضل مستنيهم عند النهر لحد ما بيشوفهم. وبينزل واحد منهم اسمه توكر في النهر، وبيقدر كيلي ان هو يوصل للتيشيرت بتاع توكر وبياكل جزء منه علشان يقدر يتحكم في توكر، لان قوته دي بتخليه يقدر يتحكم في الغير لو كان معاه اي شيء خاص بالشخص اللي هو عاوز يأذيه زي هدومه مثلا. وبيخنق نفسه بالتيشيرت بتاع توكر، وبكده توكر بيكون مخنوق وهو في النهر وما بيقدرش يتنفس لحد ما يغرق ويموت قدام صحابه. وقبل ما يكمل قتل في الباقي بنشوف الضابط وهو لسه بيدور عليه بعد ما هرب منه، وكيلي بيقول لهم ان دورهم جاي وبيهرب من المكان قبل ما الضابط يشوفه. وبتوصل الشرطة وبتحقق في موت توكر، ولكن بيكتشفوا ان هو غرقان في المية لوحده. وبيجي تاني يوم وبيكون نيلسون وتوني موجودين في معمل المدرسة، وبيجي كيلي وبيحاول يستفزهم علشان يقوموا يضربوه، وبيجبر توني ان هو يرمي على وشه مواد كيميائية من المعمل، وبيتحرق وش كيلي بالكامل. ولكن بنشوف ان وش كيلي بيخف بسرعة جدا، وفي نفس الوقت بنشوف ان وش توني هو اللي بيتحرق وبيقع على الارض. وكيلي بيقول لنيلسون ان هو لازم يعترف باللي هو عمله، لان كيلي كان متأكد ان اللي حصل مع امه ده كان بسببه هو. لحد ما الضابط بيخش المعمل وبيحاول ينقذ توني من الموت، وبيهرب نيلسون وبيستخبى في بيته. وبيجي اليوم التاني وبيحضر ريد ونيلسون تدريب المدرسة مع ابوهم المدرب، وبيكون الضابط خايف عليهم من كيلي، ولكن ابوهم المدرب مصر ان هو لازم يدربهم مهما حصل،
لحد ما كيلي بيقدر يوصل لهدوم نيلسون وبياكل منها حتة علشان يقدر يعذبه ويخليه يعترف بقتل أمه، وبياخد معاه الماكينة الكهربائية دي وبيروح يقف قدام الضابط والمدرب وبيفضل يعذب في نيلسون عن طريق إن هو يغرز سن الماكينة في رجليه، وبالتالي نيلسون هو اللي بيتعذب لأن كيلي كان واكل جزء من ملابس نيلسون، لحد ما يقرر المدرب إن هو يسرق مسدس الضابط ويقتل كيلي علشان ينقذ ابنه نيلسون. وبمجرد ما المدرب يضرب نار على كيلي، المدرب هو اللي بيموت لأن هو حاول يأذي كيلي، ونيلسون كمان بيموت لأن كيلي واكل جزء من ملابسه. وبتكون دومينيك موجودة وشايفة كل اللي بيحصل وبتتخانق مع كيلي وبتقوله إن القوة اللي عنده دي بتضره أكتر ما بتفيده، وبتقوله إن هو لازم يتخلص من القوة دي بمساعدة ريدوك والظابط. وبيجتمعوا كلهم عند قبر فلوجر المحفور وبيعمل ريدوك الطقوس، ولكن كيلي بيكون متشنج جدا، ودومينيك بتشوف إن كيلي هيموت من كتر اللي بيحصل فيه، وبتقوله إن هي أول ما تصرخ لازم يهرب على طول، ولكن قبل ما تنقذه تضرب الشرطة عليهم نار والرصاص بيجي في كيلي ودومينيك، وبيقعوا في قبر فلوجر وبيشوف كيلي إن حبيبته ماتت قدامه وإن هو السبب في موتها، فبيقرر إن هو لازم ينتحر وبياكل قلب فلوجر اللي موجود في قبره لحد ما بيتعذب وبيموت. وبكده تكون ماتت كيلي ودومينيك في نهاية غير متوقعة، ولكن فجأة بنشوف دومينيك بتصحى في سيارة الإسعاف اللي تبع الشرطة وبتكون معاها القوة اللي كانت مع كيلي، وأي حد بيحاول يأذيها هو اللي بيتأذي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم اللي سجله ومنتجه نور فوكس اللي هو أنا عزيزي المشاهد. أهم حاجة عزيزي المشاهد ما تنساش إنك تتابعني علشان أقدر أنزل لكم كل جديد، وطبعا ما تنساش تقول لي رأيك في قصة الفيلم في التعليقات، وتحب المرة الجاية نتكلم عن فيلم ايه. وبس كده، سلام.